فريقه لفوز كبير بعد تسجيله 4 أهداف في مرمى فريق الكرخ ضمن إطار الدور 14 من دوري النخبة بكرة القدم. أمسية ذهبية شهدها أنصار القوة الجوية عندما قاد النجم الجديد للكرة العراقية ولفريق القوة الجوية حمادي أحمد فريقه إلى قمة البطولة المحلية التي اعتلى صدارتها برصيد 31 نقطة. الأزرق حل ضيفا ثقيلا على الكرخ عندما عانق شباكهم 4 مرات على مدى شوطي المباراة، فالأول جاء من تمريرة بعيدة من علي عبد الجبار إلى حمادي أحمد، والأخير أتقن إيداعها في شباك الكرخ، ولم يمضي وقت طويل ليضيف أحمد الهدف الثاني له وللصقور في النصف الأول. الحمد لله والشكر، لاعبين بشكل مستقر يلعبون، نسأل الله أن تكمل المباراة بالشكل اللي نتمناه والنتيجة اللي نتمناها إن شاء الله. مدرب القوة الجوية صالح راضي بدأ مكتفيا بهدفي النصف الأول من خلال التراجع الملحوظ للاعبيه مع بداية الشوط الثاني، لكن شهية الكتيبة الزرقاء على تسجيل الأهداف استمرت مع الأداء الهش للكرخيين، ما مكن نجم اللقاء حمادي أحمد من إحراز الهدف الثالث من ركلة جزاء والرابع من كرة رأسية، منهيا هذه المباراة برباعية نظيفة. هاي كرة القدم بها الفوز والخسارة. عدد الأهداف يعني ما أعتقد في شيء مؤثر، لأنه أنت من تخسر أي خسارة هي نتيجة 3 نقاط. والحمد لله الله وفقني، سجلت 4 أهداف، وإن شاء الله حافظ على صدارة الدوري، صدارة الهدافين إن شاء الله. وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 19 بينما تربع القوة الجوية على صدارة البطولة المحلية برصيد 31 نقطة. أصحاب الرايات الزرقاء أثبتوا أحقيتهم في زعامة البطولة المحلية بعد أدائهم المميز وفوزهم الكبير على الكرخين ب4 أهداف نظيفة. زياد الخفاجي.